السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا حبايب عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل أكلة جديدة. قبل كده عملنا كبسة إلهام اللي هي بالدجاج، النهارده هنعمل الكبسة السعودي باللحمة الضاني. يلا بينا هنشوف الخطوات هتمشي إزاي. أول حاجة هنا أنا جبت حلة صغيرة كده وضفت فيها زي مكعب زبدة كده وحبة زيت عشان أشوح اللحمة. أنا معايا نص كيلو لحمة ضاني بس. بتجيبي طبعًا اللحمة على قد أفراد أسرتِك، وهابدأ أنزّلها في الزبدة كده وحبّة الزيت عشان تتشوّح، أهم حاجة تدّي لها لون يعني خفيف كده زي لون الكرملة، اللون اللي هو بتاع الشواء ده. أنا مش هاقلبها إلا لمّا تاخد لون خفيف أو أحس إن هي بدأت تعمل صوص لنفسها كده. وبرضه ضِفت بصلة متقطّعة كده نُصّين، بصلة وسط، وضِفت ورق لوري ورقتين كده وفصّين حبّهان. الناس اللي ما بتحبش اللحمة الضاني الطريقة دي والطريقة اللي بالبصل اللي عملتها قبل كده في القناة هتخلّيكم تاكلوا اللحمة الضاني وأنتم مستمتعين جدًا. بعد كده بعد ما أخدت اللون واتشوحت كده في الزبدة والبصلة برضه غيّرت لونها، قُمت ضايفة مَيّة سخنة. بعد ما خلاص اللحمة استوت وتمام وكل حاجة، لازم تسويها سوا كامل، ما تسويهاش نُص سوا، لأ، سويها سوا كامل عشان الرز كده لمّا نحطها في الرز ما بياخدش وقت على النار. بعد كده أنا قلبت اللحمة بالشوربة في الحلة الstainless دي عشان كنت محتاجة الحلة دي عشان هاعمل فيها الرز. برضه ضِفت قطعة من الزبدة كده، وبرضه حبّة من الزيت. وبعد كده بصلاية كبيرة متقطعة صغير كده زي ما انتم شايفين. هاخلّي البصلاية تصفر كده وتدبل معايا، وبعد كده هانزل بفصّين 3 توم، نزلت بفص مهروس خالص وفصّين سُلام، عايزة تهرسيهم خالص براحتك. وبعد برضه ما يغيّروا لون ويصفروا كده هاقلّبهم مع بعض ياخدوا تشويحة مع بعض وياخدوا من ريحة بعض البصل والتوم. بعد أمّا خلاص ياخدوا من ريحة بعض كده، هاقوم ضايفة معلقتين من الصلصة، كفاية معلقتين عشان الرز ما يقلبش معاكِ لونه أحمر، فهُم كفاية معلقتين بس. هتشوّحي بقى الصلصة كده مع البصل والتوم، تدّي لهم تشويحة بس كده، وهدّي النار عشان أنتِ عارفة الصلصة بتتلدع بسرعة. ونزلت بطماطماية مكعبة كده صغيرة برضه وشوحتها لحد أمّا تدبل، استني أمّا الطماطماية تدبل وبعد كده تنزلي باللحمة تنشليها من الشوربة طبعًا وتخلّيها في طبق على جنب كده، وتقومي ضايفاها هنا بقى مع الصلصة والطماطم والبصل والتوم، تقلّبيهم مع بعض تقليبة كده لحد أمّا اللحمة تاخد اللون بتاع الصلصة والطماطم. وبعد كده تضيفي التوابل بقى اللي هو بهارات الكبسة معلقة مليانة صغيرة، أو طبعًا على حسب أنتِ هتعملي الرز قد إيه. وبرضه حطيت نُص معلقة من الكركم، وكمان الملح على قد الرز، يعني هتضبطي الملح بقى أنتِ على قد الطبخة والأكلة بتاعتِك. وحطيت رشة فلفل أسمر. هاقلّب بقى كده اللحمة مع التوابل مع الطماطم مع الصلصة مع البصل مع التوم، هادّي لهم تقليبة كده على طول تقليبة بس وأقوم مزوّدة الرز. الرز طبعًا رز بسمتي مغسول ونقعته زي 10 دقايق كده في مَيّة عادية، وبعد كده صفّيته من المَيّة. وبعد ما صفّيته من المَيّة ضِفته كده على اللحمة والصلصة والبصل وهكذا يعني. هاقلّب برضه الرز كده مع الكلام الجميل ده لحد أمّا ياخد اللون. وبعد كده زوّدت من الشوربة بتاعة اللحمة. هتزوّدي الشوربة على قد الرز البسمتي. الرز البسمتي طبعًا بياخد على حسب الرز البسمتي من كوباية ونُص شوربة لكوبايتين، فأنا زوّدت على قد الرز البسمتي، وسِبته لحد أمّا اتشرّب خالص وبعد كده غطّيت عليه اتردد، وزي ما أنتم شايفين طلع بالجمال ده كده. شِلت اللحمة طبعًا من قلب الرز في جنب على طبق
sorry على طبق عشان هاحطها في الآخر فوق الرز كده. بعد أمّا غرفت بقى الرز كده هاحط اللحمة فوق الوش، وهازينها بقى بكزبرة، عندِك صنوبر حمّصيه شوية في حبة سمنة كده وحطيه فوق الوش، عندِك لوز، أي حاجة من اللي هي بتاعة الكبسة دي حطيها. أنا اكتفيت بالكزبرة وخلاص، لإن أنا من عادتي أصلًا ما باحبش المكسرات فوق الطبيخ، يعني أنا أحب المكسرات على الحلويات، إنما فوق الطبيخ بصراحة يعني أنا مش باحبها خالص، ما باحبش الطعم نفسه. زي ما أنتم شايفين بقى كده أنا عملت معاه سلطة دقوس، سلطة الدقوس طبعًا بتبقى طماطم وفلفل وبصل خضرة كزبرة وليمون وخل، وهرستهم في الكبة وطلعوا بالجمال اللي أنتم شايفينه ده. برضه هابقى أعمل لكم فيديو بطريقة سلطة الدقوس. اللحمة بقى دايبة دوب خالص، دايبة جدًا، لإن أنا سويتها سِوَى كامل قبل أمّا أضيفها في الرز. هنا بقى كده أنا خلّصت الوصفة بتاعتي. لو وصلتِ لحد هنا وعجبِك الفيديو يا ريت ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لِك كل جديد. شايفين بقى الجمال؟ أنا كده خلصت الوصفة بتاعتي النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.